السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة درس جديد هنعمل مع بعض الإفكت اللي أنت شايفه ده أو أي إفكت شبهه، مش شرط يكون مثلا عشب، ممكن تعمله مثلا على جدار على أي حاجة. طب بدون كلام كتير نخش في الشرح على طول. هتفتح أي برنامج أنت بتمنتج عليه، وهنا هستخدم مثلا الأفتر إفكت. أول حاجة هتاخد اتنين سكرين شوت أو ترندر صورة. طبعا أنا بنصح إنك ترندر صورة أحسن ما تاخدها سكرين شوت عشان الكواليتي وكده، سواء بقى في افتر افكت، في بريمير، في دافينشي، اي برنامج انت بترندر بتشتغل عليه مونتاج تقدر ترندر صوره عادي. فانا هنا مثلا عشان ارندر الصوره بدوس على كوماند اوبشن اس، بيظهر لي الخيارات دي كلها، بدوس هنا دوسه وبخليها بيست وبعدين اخليها فول اوكي، وادوس على كلمه فوتوشوب دي. ممكن اسيبها بي اس دي زي ما هي، بس ترجع ترندرها تعمل فوتوشوب، بس الموضوع طويل يعني مش مهم. فهنا اختار الصيغه بتاعتي جي بي اي جي طبعا، واي برنامج مونتاج تقدر تطلع منه الصورة بكل سهولة. يعني لو مش عارف الطريقة اكتب بس على اليوتيوب وهتلاقي طرق كتير. يعني طبعا هنا هنختار المكان بتاع الصورة، فهدوس هنا اوكي، هعمل لها ريبليس مكان دي، وادوس سيف اوكي، وبعدين ادوس ريندر اوكي. كده الصورة اترندرت معاك. نرجع تاني للفيديو. عايزين بقى نكتب الكلام اللي هيتحط في اللي احنا هنعمل عليه الافكت ده، وعشان ناخد سكرين شوت تاني يبقى احنا كده معانا صورتين او نرندر صورة تانية. هنكتب مثلا زي ما موجود، هنكتب وقت، وبعدين نكبرها كده، هنحولها 3D عشان نتحكم في البرسبكتيف بتاعها. من هنا بدوس على كنترول دي، واجي هنا كده كمان شوية اسحبها لورا. طبعا بقى انت ليك يعني مطلق الحرية انك تحط الكلام في اي جهة. مثلا لو في جدار مثلا وراك ممكن تعمله، وتعمله افكت تاني غير افكت العشب ده زي ما قلت لك في اول فيديو. تمام، انا كده مثلا راضي بالنتيجة دي، عجباني كده. هرندرها برضو كصورة نفس اللي احنا عملناه. ممكن تاخد برضو سكرين شوت بس الكواليتي هتكون مش مظبوطة. دوس على سيف واديها واحدة رندر. نجيب الصورة بتاعتنا ونوديها على شات جي بي تي ونقول له عايز، اكتب له بالعربي عادي يعني عايز بالظبط كده زي ما هو قايل. ايوه، اعمل لي رومت بالانجليزي. فممكن عادي تستخدم نانو بنانا بالعربي، بس ساعات يعني لو انت كتبت مصطلح غلط او كده فما بيظبطش. فالاحسن الطريقه اللي انا بعملها دي. فهتدوسها كده على البرومت ده وتاخده كوبي وتروح. خلاص احنا خدنا البرومت، نروح بقى على ايه، على النانو بنانا، نديله صورة اللي احنا كتبنا فيها دي برضو ونحطها هنا. طبعا ما تنساش انك لازم تتعلم على النانو بنانا، ونكتب البرومت كده زي ما انت شايف. وبعد ما جبنا الصورة والبرومت من شات جي بي تي وحطيناها في نانو بنانا، وندوس على رن ونشوف النتيجة اللي هيطلعها لنا. طبعا نتيجة سيئة، فنروح لشات جي بي تي تاني. عايز الكلام كأنه عشب. هناخد البرومت ده تاني ونروح على نانو بنانا، نكتب برومت الجديد، استنى اما الصورة تحمل بس. فتمام، لو نتيجة عجباك قشطة، مش عجباك عيدها تاني برضه. فاحنا راضيين اوي بالنتيجة دي، هننزلها. هنروح للخطوة اللي بعدها، ان احنا نحول الصورة دي لفيديو. الموقع اللي بعده اسمه كلينج اي اي. في مواقع كتير بالاي اي، فانت النطق زي ما انت عايز، صح غلط، اهم حاجة تطلع النتيجة النهائية. روح على الفيديو زي ما انت كده، متغيرش طبعا، ده الفيديو القديم اللي انا عامله. هنروح على الستارت، والصورة اللي احنا عملناها الاول رندرناها من غير كلام هنحطها هنا كده في الاول، والصورة التانية هنحطها هنا. طبعا احنا كنا المفروض نستنى لما تحمل، فاحنا هنستنى لما دي تحمل ونرجع نحط اللي في الاول تاني عشان احنا متسرعين. فندوس على اوبن ونسيبها تحمل براحتها خالص من غير اي حاجة. خلي كل حاجة زي ما هي، ما تلعبش في اي حاجة. عايز تكتب برومت طبعا تكتب برومت. فاحنا هنا غلطنا، احنا نجيب صورة العشب مش الكلام. خلاص ننسى صورة الكلام دي، مش عايزينها. ايوه هي دي، نسيبها براحتها 5 ثواني كويس، ندوس على جنريت نسيبه يحمل.
عامل هنا براحته بقى ونرجع تاني، وجاب لنا النتيجة دي كويسة إلى حد ما. طبعا أنت ممكن توصل بنتيجة أحسن من كده بكتير لو فضلت تحاول. طيب الخطوة الأخيرة بقى اللي احنا هنجيب الفيديو اللي احنا عملناه ده ونحطه في افتر افكت او اي برنامج انت بتمنتج عليه، مش شرط افتر افكت. انا هنا استخدمت افتر افكت عشان سهل بالنسبه لي، انت ممكن اي برنامج بتمنتج عليه عادي، ممكن تستخدمه في بريمير. طبعا الفيديو بتاعي حجمه كبير فهضطر ازود الحجم ده كده، ونجيب اول ما يجي ستارت ونقطع كده، ونجيب الفيديو في الاخر ونيجي هنا. بس انا عايزه كده مثلا ويثبت شويه، هنعمل كده دوبليكيت ونركز بس مع كلمة وقت، ونجيب بين تول اللذيذة بتاعتنا ونعمل عليها ماسك. طبعا كل ما تحكم في الماسك اكتر كل اما الكلمة بتاعتك هتبقى مظبوطة. خلي الماسك فيدت شوية كده وتزوم ان اكتر، بتزود بوينت، نزود بوينت. طيب طبعا كلمة مجهود برضو هنعملها زي ما عملنا كلمة وقت، فهنكتب كلمة وقت، وانت بقى ايه عيش انت بقى بخيالك، عيش بالكلام اللي انت هتحطه. عيش يا باشا، انا بديك الفكرة وانت طبق عليها على طول. هتدوس هنا كليك يمين كده وبعدين نيو وبعد كده نال اوبجكت، وبعدين هتربط كل ده بالنال اوبجكت كده وتدوس على سكيل، وتيجي مثلا هنا شوية سيبه الكلام كده، نقفل الصوت، نفتح الصوت على الفيديو بتاعنا الأساسي. ممكن توفر عليك وقت. ماشي، أول يعني نظبط بقى التايمنج بقى، دي طبعا يعني أي حد يعملها على حسب الفيديو، ملهاش حاجة معينة. يعني أنا ممكن أسرع الفيديو ده شوية، وأول ما يجي يقول وقت مظبوط. نظهر الكلمة دي كده بالطريقة دي. توفر عليك وقت. مظبوط. طيب طبعا أنت تظبط التايمنج على حسب الفيديو بتاعك، يعني أنا بظبطه على حسب الكلام اللي أنا بقوله. ممكن توفر عليك وقت. مظبوط. حلو أوي وقت دي. ممكن مثلا هو بيجي يقول وقت أهو أنا بقول وقت، نضيف شوية سكيل كده ونديها F9 أو easy نعملها easy للكي فريمز بتاعتنا عشان يكون الفيديو بتاعنا أو الأنيميشن بتاعنا سلس كده. وشايف كده مثلا مناسب نشغل وقت. ممكن توفر عليك وقت. مظبوط. ممكن توفر عليك وقت. مظبوط. عليك وقت. مظبوط. حلو أوي. شايف هنا برضو لاج كده، اللاج ده نحله ازاي؟ هنكبر كده شوية، ندوس على opacity، نيجي هنا نرجع الأول الفريم بتاعنا كده ونخليها 0. وقت. هي هتبان بالطريقة دي. توفر عليك وقت. مظبوط. حلو أوي. غلطة برضو عملناها واحنا بنعمل الفيديو، انا نسيت اعملها، كنت عاملها في الفيديو اللي فات بس نسيت اعملها في الفيديو ده. فحاجة مهمة برضو وانت هنا في البرومت وانت بتكتب البروم بتاعك، قول له يثبت لك الفريم، ما يخليش الفريم بيتحرك، الفريم بتاعك بتاع الفيديو، عشان ما يحصلش المشكلة اللي انت شايفها دي. هي ممكن تبان وممكن ما تبانش يعني، بس الاضمن انك تقول له ثبت الفريم. ماشي. المشكلة وهي الانيميشن بتاعك واقف هنا، طبعا الماسك لو ظبطته اكتر هيظبط اكتر من كده كمان، بس هو على بعيد مش باين. هتدوس هنا كليك يمين كده وبعدين هتروح عند تايم فريز فريم فريز اون لاست فريم، هتدوس على دي هتلاقي مديلك كده او ثبت لك الفيديو بتاعك على اخر فريم، اكن الكلمة مكتوبة بالفعل بالظبط زي ما انت شايف كده. فنيجي نشغل الفيديو بتاعنا، توفر عليك وقت ومجهود، هتلاقيه طالع بالحلاوة والجمال ده. ممكن توفر عليك وقت ومجهود. والى هنا ينتهي درسنا اليوم. طبعا كل ما تدي الفيديو بتاعك وقت وافكتات شوية الوان ومش عارف ايه مجهود وراحة يطلع احسن من كده كمان بكتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.